كطالب اولى اعدادي ايه اللي انا مطالب بيه في خريطه افريقيا؟ لو عايز تعمل مراجعه شامله لكل ما يخص خريطه قاره افريقيا تابعنا النهارده وهتستفيد جدا من الحلقه بتاعتنا باذن الله. بداية لو اتكلمنا على قارة افريقيا وموقعها الجغرافي هنلاقي ان انا عندي افريقيا يحدها العديد من المسطحات المائية واللي تفصلها عن القارات المحيطة بها. فهنلاقي مثلا عندي البحر المتوسط واللي بيفصلها عن قارة اوروبا شمالا، وتقترب جدا قارة افريقيا من قارة اوروبا عند مضيق جبل طارق. كذلك نفس الشيء هنلاقي ان قاره افريقيا بيفصلها عن قاره اسيا، قاره اسيا هنا في الشرق، قاره اسيا بيفصلها عن قاره اسيا البحر الاحمر اللي بيحدها شرقا. عندي كمان المحيط الهندي، وبتقترب جدا قاره افريقيا من قاره اسيا عند مضيق باب المندب. هنا كده ده مضيق باب المندب. وقارة افريقيا وقارة اسيا يتصلان عند منطقة سيناء، شبه جزيرة سيناء. فانا عندي منطقة سيناء ده ممر بري يصل بين قارة افريقيا وبين قارة اسيا، فهنا كده شبه جزيرة سيناء يعتبر هي منطقة التقاء قارة اسيا بقارة افريقيا. طيب هنلاقي كمان عندي قارة افريقيا بنفصلها عن الامريكتين في غرب العالم. هنلاقي في المحيط الاطلنطي غربا، واللي بيفصل قاره افريقيا عن الامريكتين. يعني دي اهم المسطحات المائيه اللي محيطه بقاره افريقيا: البحر المتوسط من الشمال، من الشرق البحر الاحمر والمحيط الهندي، ومن الجهه الغربيه المحيط الاطلنطي. وهنجد اهم المضايق اللي موجوده في قاره افريقيا مضيق جبل طارق بيفصلها عن قارة أوروبا، مضيق باب المندب عن قارة آسيا وتقترب وتتصل مع آسيا بشبه جزيرة سيناء. وعندي كمان ما ننساش في مضيق برضه هام عندي في قارة أفريقيا وهو مضيق موزمبيق، بس ده مش بيفصلها عن قارة، يعني ده مضيق بينها وبين جزيرة مدغشقر وهي جزيرة إفريقية. فأنا عندي طالما قلت المضايق فأنا عندي مضيق موزمبيق بين ساحل الشرق الافريقيا وبين جزيره مدغشقر. يعني لو اتكلمنا عن مضايق الممرات المائيه فعن باب المندب، مضيق موزمبيق، جبل طارق، قناه السويس واللي ربطت البحر المتوسط بالبحر الاحمر، فده كممر ملاحي في تبع قاره افريقيا قناه السويس. ده كده اتكلمنا عن الموقع الجغرافي. لو اتكلمنا عن الموقع الفلكي لقاره افريقيا هنلاقي ان انا عندي دوائر العرض الرئيسيه بتمر عندي بقاره افريقيا، بينصفها تقريبا خط الاستواء، واللي درجته صفر طبعا ده خط الاستواء اهو درجته صفر. فنلاقي ان هو تقريبا بينصف افريقيا نصفين، نصف شمالي ونصف جنوبي. نعم النصف الشمالي في افريقيا هو اكبر في المساحه، ده مساحه تلتين افريقيا في الشمال وتلتها بس في الجنوب. طيب ده خط الاستواء. فنلاقي ان انا عندي افريقيا تمتد من 37.5 شمالا، يعني ايه 37 درجه و30 دقيقه، يبقى ده كده 37 درجه و30 دقيقه يعني 37.5 شمالا. يعني ايه شمال؟ يعني شمال خط الاستواء ب 37.5 درجه الى 34.5 جنوبا. 37 و30 دقيقة شمالا، معنى كده ان بيمر في النص الشمالي من افريقيا مدار السرطان. فده هنا عندي مدار السرطان بيمر في النص الشمالي من قارة افريقيا. وهتمتد افريقيا الى 34 درجة و30 دقيقة جنوبا، يعني 34.5 جنوبا. يعني ايه جنوبا؟ يعني جنوب خط الاستواء ب 34.5 درجة، وبالتالي فمدار الجدي بيمر في نصف افريقيا الجنوبي. مدار الجدي هلاقي بيمر في الطرف الجنوبي من جزيرة مدغشقر. إذا ممكن بقى يسألني سؤال: تمتد افريقيا في كام دائرة عرضية؟ لو حاجه زي كده اجزاء في نص الكره الشمالي واجزاء في نص الكره الجنوبي بنجمع الاثنين مع بعض، معنى كده ان افريقيا هنجمع 37.5 شمالا وال 34.5 جنوبا. فلو جمعنا 72 دائره عرضيه. طيب لو اتكلمنا على خطوط الطول اللي بتمر في قاره افريقيا، فهنلاقي ان قاره افريقيا خطوط الطول اللي بتمر فيها بتمتد من 51
51 درجة شرقا. يعني ايه كلمة شرقا؟ أنا عندي خط الطول الرئيسي في العالم يا ولاد خط جرينتش، أهو خط جرينتش أهو عندي في أفريقيا، هو ده خط جرينتش، ده خط جرينتش واللي درجته صفر برضه. فأي جزء هنا كده في شرق العالم يعني نص الكرة الشرقي وكده يبقى غرب. فأفريقيا تمتد شرق جرينتش ب 51 درجة، يبقى 51 درجة شرقا إلى 17 درجة غربا، يعني غرب خط جرينتش ب 17 درجة فقط. ولو هنا نفس الشيء قال لي تمتد افريقيا في كام خط طول؟ هنجمع برضو الجزء الشرقي مع الجزء الغربي، فهو امر سهل خلاص فهمناه. فيكون 68 خط طول. فقارة افريقيا تمتد في 72 دائرة عرضية و68 خط طول. وطبعا بناخد بالنا ان انا عندي دوائر العرض الرئيسية اللي قلنا عليها خط الاسواق ومدار السرطان ومدار الجد. اما خطوط الطول الرئيسية اللي عندي في افريقيا فهو خط جرينتش وبيمتد في القسم الغربي في غرب قارة افريقيا. ده بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض الرئيسيه في افريقيا. ونلاحظ برضو ان خط جرينتش بيتقاطع مع خط الاسواق. هنا المنطقه دي اسمها خليج غينيا، خليج غينيا، فده المنطقه اللي بيتقاطع فيها خط الاسواق مع خط جرينتش، خليج غينيا. انا دلوقتي عندي 54 دوله في افريقيا. هل انا كطالب مطالب بكل الكلام ده؟ لا طبعا، مطالب بالدول اللي هو اشار اليها ووضحها لي في مواقف معينه. يعني مثلا هو انا عندي دول عربيه افريقيه، تمام، 10 دول عربيه افريقيه، فهو واخدهم السنه اللي فاتت في سنه الصف السادس، يبقى الكلام ده معانا وانا عارفه اوريدي. زي مثلا زي مصر، زي ليبيا، زي دوله تونس، ايه كمان الجزائر، اكبر دوله افريقيه الجزائر، زي دوله المغرب، زي موريتانيا، تمام. ايه كمان؟ والله عندي كمان السودان، عندي إيه ده هنا كده جيبوتي، عندي الصومال، فاضل مين؟ فاضل جزر القمر، وهي جزر بسيطة كده في شمال غرب جزيرة مدغشقر، جزر القمر. كل دول الوطن العربي دول ساحليه، فلو قال لي دوله ساحليه ممكن اجيب اي دوله من دول الوطن العربي، مصر، ليبيا، اي دوله من دول دي هيكون دول ليها سواحل، ماشي، دول حديثه. طب ايه بقى اللي انا مطالب اعرفه؟ ايه هي الدول الحديثه اللي عندي في قاره افريقيا؟ يعني انا ممكن اجيب اي دوله ثانيه ساحليه عادي، مش شرط دول الوطن العربي، يعني ممكن اجيب جمهوريه جنوب افريقيا، ممكن اجيب اي دوله لو انا عارف موزمبيق، اي دوله عارفها مفيش مشكله. ايه الدول الحديثه اللي عندي في افريقيا؟ عندي قال لي والله قال لي تشاد وقال لي مالي وقال لي النيجر، دي اشهر الدول الحديثه عندي في قاره افريقيا. اشهر الدول الحديثه اللي هو قال عليها عندي والله عندي تشاد اللي هي تحت جنوب ليبيا كده، دي دوله تشاد، النيجر ومالي، ده اشهر الدول الحديثه. طيب ايه دول كمان اشار اليها؟ قال لي دول القرن الافريقي. طب فين 4 دول القرن الافريقي؟ اول حاجه عندي هنا كده عندي اريتريا، فعندي اريتريا هنا واخده الساحل ده من افريقيا من البحر الاحمر كده، وعندي جيبوتي، عندي كمان الصومال، وهنا في النص كده عندي دوله اثيوبيا. فلو بصينا هنلاقي 4 دول هو منطقه الايه؟ القرن الافريقي ده كده، اريتريا وجيبوتي 4 1 2 3 4 صح، عندي 4 دول، اريتريا وجيبوتي والصومال واخده الايه؟ الساحل ده كله كده، والصومال واثيوبيا او ايه؟ بلاد الحبشه القديمه هنا في النص، فدي 4 دول لدول القرن الافريقي. ما ننساش ان انا عندي دول اللي هي الجزر اللي اشار برضه اليها، فانا عندي جزيره مدغشقر وجزر القمر كدوله عربيه، دي اشهر الجزر الافريقيه. ايه كمان هو وضحه لي وقال لي اتكلمنا عنه؟ قال لي برضه في بعد كده هيقول لي على طريق راس الرجاء الصالح، فانا عندي من ايه؟ من الحاجات اللي ايه اكتشفها البرتغاليين واستخدموها طريق راس الرجاء الصالح. طريق راس الرجاء الصالح لو بصينا كده طبعا دوله البرتغال اهي، دي البرتغاليين لما اكتشفوا طريق لدوران حول افريقيا، فانا عندي طريق هنا كده بيدور حول افريقيا من الغرب، ماشي كده على الساحل الغربي ومتجه الى طبعا كان هنا بيلف كده من حوالين ايه؟ حوالين جنوب افريقيا، وهدفهم كان طبعا الوصول الى بلاد الهند، فده طريق راس الرجاء الصالح اللي اكتشفه البرتغاليين.
طبعا ده ملوش علاقه بقى، العكس بقى كان الطريق بتاع الملك نخاو الثاني لما خلف الفينيقيين بدوران. بس الفينيقيين لما لفوا حوالين افريقيا نفتكر بدأوا من البحر الاحمر، مش في العكس. الفينيقيين اتجهوا من البحر الاحمر وداروا من اليمين الى اليسار، يعني الشرق الى الغرب. ده طريق اللي بدأوا نخاو الثاني لف العكس، بدأوا من البحر الاحمر وانتهوا البحر المتوسط. لو اتكلمنا على المظاهر السطحي في قاره افريقيا، طبعا افريقيا المظهر العام ليها هو المظهر الهضبي. عندي العديد من الهضاب. اول هضبه معايا واكبرهم اتساعا هي هضبه افريقيا الشماليه او هضبه شمال افريقيا، واللي بتمتد طبعا بتشغل مساحه كبيره جدا من قاره افريقيا. معظم مساحه شمال افريقيا ده هضبه افريقيا الشماليه، تمتد من جبال البحر الاحمر شرقا حتى المحيط الاطلنطي، ومن ساحل البحر المتوسط شمالا الى دول وسط افريقيا جنوبا. هضبه عظيمه الاتساع. فوق الهضبه، فوق هضبه افريقيا الشماليه العديد من مظاهر السطح. زي ايه؟ عندي زي جبل العوينات هنا كده على الحدود بين مصر وليبيا والسودان، ده جبل العوينات. عندي كمان منخفضات زي منخفض القطاره اللي عندنا في مصر، فانا عندي منخفض القطاره في شمال مصر، ده منخفض القطاره في شمال مصر، هو من احد المنخفضات الشمال على هضبه افريقيا الشماليه. عندي واحد سيوه، واحد سيوه قرب قرب الحدود مع ليبيا، فدي واحد سيوه جنوب كده منخفض القطاره، دي واحد سيوه، واحد مصريه بس قرب الحدود الليبيه. عندي واحد الجوف في ليبيا، واحد الجوف في ليبيا دي من اشهر برضه الواحات الموجوده على هضبه شمال افريقيا. طبعا ما ننساش ان انا بتمثل مساحه كبيره جدا من هضبه شمال افريقيا هي الصحراء الكبرى، اكبر صحراء في العالم. فانا عندي شمال افريقيا تشغلها معظمها الصحراء الكبرى، اكبر صحراء في العالم. ده اول هضبه معايا. تاني هضبه معايا في قاره افريقيا هي هضبه الحبشه او الهضبه الاثيوبيه. هضبه الحبشه واللي طبعا بتشغل معظم مساحه دوله اثيوبيا هضبه الحبشه او هضبه اثيوبيا، ودي مهمه جدا بالنسبه لمصر لانها المنابع الموسميه لمياه نهر النيل. المصدر الموسمي بيجي لي، المصدر الموسمي الصيفي بيجي لي من هضبه اثيوبيا، فدي الهضبه الثانيه بتمثل اهميه لمصر لانها منبع موسمي صيفي لمياه نهر النيل، وبينبع منها انهار السوباط والنيل الازرق والعباره اللي هنتكلم عنهم بعد كده. نهر السوباط والنيل الازرق والعباره بينبعوا من الهضبه الاثيوبيه. ثالث هضبه معايا وهي هضبه البحيرات الاستوائيه. طبعا باين من اسمها بحيرات وفي منطقه استوائيه، من اسمها باين انها منطقه حول منطقه الاستواء، والمنطقه الهضبه دي بيمر فيها خط الاستواء وموجود عليها العديد من البحيرات. اشهرها طبعا واكبرها بحيره فيكتوريا. بحيره فيكتوريا اللي هي بدايه منابع نهر النيل. هضبه البحيرات الاستوائيه هي المنبع الدائم لمياه نهر النيل. مياه نهر النيل ليه منبعين ثنائي المنبع، منبع موسمي صيفي هنتكلم عن نهر النيل، اما المنبع الثاني فهو هضبه هضبه البحيرات الاستوائيه. رابع هضبه معايا وهي الهضبه الجنوبيه. طبعا الهضبه الجنوبيه واللي بيبدا من شرقها الاخدود الافريقي العظيم، والاخدود الافريقي ده له انكسارات تشمل معظم الاجزاء من شرق افريقيا وممتده وبتشغل اجزاء من بحيرات كتير في افريقيا. والاخدود الافريقي من ضمنه طبعا خدنا اللي هو خليج عدن والبحر الاحمر من ضمن الاخدود، وخليج العقبه. فخليج العقبه مع البحر الاحمر واجزاء من خليج عدن واجزاء من اجزاء كثيره من قاره افريقيا بيمتد مسافه كبيره جدا، مسافه 5600 كيلومتر في قاره افريقيا. فده اكبر اخدود في العالم، اخدود الافريقي العظيم بيبدا من شرق الهضبه الجنوبيه. وكده ابنائي طلبه وطالبات الصف الاول الاعدادي نكون انتهينا من مراجعه خريطه افريقيا. اتمنى انها تكون حازت اعجابكم. لو كنتوا استفدتوا فعلا من الشرح ما تبخلوش علينا كده بالشير ولايك وسبسكرايب، ونتقابل ان شاء الله في حلقه جديده باذن الله. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.